الفترة اللي احنا فيها دي في البعض بيصنفها على انها من اسوأ الفترات في عالم الانيميشن، والبعض بيسميها الفترة المظلمة، وده بسبب قلة الاعمال الاصلية. وحتى الاعمال الاصلية مبقتش قد كده، وحتى الاعمال المكررة في نزول مستمر. طب لحظة، ايه هي الاعمال المكررة اصلا؟ انا هقولك الاعمال المكررة دي عبارة عن عمل انيميشن اتعمل منه اكتر من جزء زي نينجاجو، والاسباب دي تسببت في قلة اعمال الانيميشن بشكل عام، وده خلى الاعمال المستقلة تاخد فرصتها اكتر من الاول. الاعمال المستقلة دي عبارة عن بعض المبدعين اللي بيعملوا اعمال حرة مش بيربطهم اي حدود او قوانين، ومش تحت تحكم من اي استوديو. مع ان الاعمال المستقلة عندها ميزات كتير، لكن اكبر عيب عندها هو التأخير في تنزيل الحلقات، ده بسبب قلة العاملين على العمل، فبيسبب في تأخير تنزيل. وحتى مع التأخير في التنزيل الحلقات بيفضل للعمل قاعدة جماهيرية كبيرة، ودي حاجة ما شفناش من زمان. فالنهاردة هنتكلم على عمل مستقل. فقبل ما نقول ايه هو، تخيل معايا كده كرتون لسه نازل من سنة وداخل على سنتين، ويكون الحلقة التجريبية بتاعته جايبة مشاهدات على اليوتيوب اكتر من الحلقة التجريبية لبرامج تصنف من احسن كرتونات في التاريخ زي وقت المغامرة وعالم جامبو المدهش، واخد تقييمات على IMDb اكتر من كرتونات كبيرة، مع ان ما نزلش منه غير 6 حلقات. فيا ترى ايه هو الكرتون ده وليه اتشهر قوي كده؟ فيلا بينا نبدأ بتحليل وشرح اسرار اول حلقة في السيرك الرقمي المدهش. بتبدأ الحلقة بحقل اخضر وخيمة السيرك برسم البيكسلز اللي كان في العاب زمان، وبعدين الكاميرا هتقرب والجودة تتحسن ونخش جوه خيمة السيرك، وبعدين يظهر شخص غريب بيرحب بينا واللي بيعرف عن نفسه واسمه كين، وهو مدير السيرك، واللي بيقول ان هيعرض لنا عرض اسمه السيرك الرقمي المدهش. وبتظهر معاه شخصية يبان انها مساعدته وبينده لها ببابل، ويبدأ العرض بتعريف لكل الشخصيات الرئيسية اللي هم جانجل، زوبل، كينجر، راجاسا، جاكس وكوفمو. ونلاحظ اول حاجة غريبة في العرض اللي بنلاحظ ان كوفمو مش موجود، وعرضوا لنا مجسم له بدلا منه، ويبقى مكتوب كوفمو معرفش يحضر. ويظهر تاني حاجة غريبة، يبدأ جزء من العرض يفضل يتعاد كأنه جليتش، وبعدين تظهر شخصية من العدم، أول حاجة تقولها أين أنا، وتجري على باب مكتوب عليه المخرج لكن بيختفي قبل ما توصله، وبعدين يقع عليها حاجة لكن تبدأ تعلق في الأرض زي كأن حصل جليتش، وبتخبط في بقية الشخصيات وبتسبب إن العرض يبوظ. وجاكس يسأل كين إذا كانت شخصية جانبية ولا شخصية جديدة، وبيتعجب كين معبرا إن بشري آخر دخل العرض. بشري؟ يعني كل الشخصيات دي بشرية؟ كين حتى وبابل بشر؟ السيرك كده عمال يبقى أغرب وأغرب. وبطلتنا بتحاول تشيل حاجة من على وشها وهي بتقول إزاي أشيل النضارة؟ نضارة. يبقى كده فهمنا ليه كان قال إن في بشري آخر دخل السيرك. ده معناه إن بطلتنا عبارة عن بشرية عادية ولبست نضارة واقع افتراضي ولقيت نفسها هنا، وده اللي هي هتقوله كمان شوية. وبعدين جاكس يقول لها ردا على سؤالها ساخرا شديها أقوى، وده معناه إن كل الشخصيات دخلوا السيرك بنفس الطريقة، وتخش في حالة هلع وبتسأل أسئلة زي ومين انتم وفين أنا وليه مش عارفة أشيلها. وبتحاول راجسة تهديها بس ما بتهداش، وتبدأ تسب بس بيتقطع كلامها كل مرة تسب فيها زي في البرامج والألعاب. فيقول لها كين إن عرضهم لكل الأعمار. اللي كين بيقوله ده عبارة عن تصنيف عمري، وتصنيف العمر ده بيكون موجود في الألعاب، وكل الدلائل دي بتثبت حاجة واحدة بس، إن بطلتنا كانت بتلعب لعبة في واقع افتراضي ولقيت نفسها جوه اللعبة ومعرفتش تقرأ النضارة، ودلوقتي بقت هي جوه اللعبة، وإن كل الشخصيات دي مرت بنفس التجربة. بعدها تسأل عن طريقة للخروج اللي يقولها جاكس إنها مستحيلة بسخرية، وتأكد زوبل كلامه. فيكمل جاكس إن هما دخلوا من سنين، ونعرف إن كينجر مجنون، وده لأنه أول واحد كان موجود. بتترعب الشخصية وبتحاول تهدى بإقناع نفسها بأنها في حلم. بعدها بياخد كين بطلتنا في جولة يعرفها عن المكان والأنشطة، ولما كين بدأ يشرح الأنشطة ثبت فجأة كأنه بيحمل، وظهر في عينه شاشة زرقاء زي اللي بتظهر في الحاسوب، وده يثبت لنا إن كين مش بشري زي الشخصيات التانية، وممكن يكون ذكاء اصطناعي. ويرجع يعرفها عن المكان المكون من بحيرة وكرنفال وخيمة السيرك. تسأله المهرجة إذا كان هناك مكان آخر، فياخدها كين لمكان أبيض خالي اسمه الفراغ، اللي بيقول كين إن الفراغ ده لا يسمح بوجود أي حد فيه، لأنه حتى هو ما يعرفش إيه الموجود هناك، ولأنه ما يقدرش يراقبهم هناك. بياخد المهرجة ويرجعوا للسيرك، بس قبل الرجوع بلحظات تلمح المهرجة باب المخرج تاني، وتقول إنها شافت باب الخروج، بس جاكس يقول لها إن مفيش مخرج، وكين يقول لها إن ده وهم رقمي كحجة،
ويبدو على كين توتر كأنه بيكذب ويحاول يخبي حاجة، ويغير الموضوع ويسأل المهرجة عن اسمها بس بتكون ناسية اسمها. ونعرف ان كل البشر بيدخلوا السيرك بينسوا اسمائهم وبيسميهم كين بعد ان يقول لهم الشروط والاحكام. لاننا بنلاقي فجأة كين بيبدأ يقول كلام سريع اشارة للشروط والاحكام اللي لازم توافق عليها قبل التسجيل الدخول للألعاب الفيديو. بعد موافقة المهرجة بيختار كين ليها اسم واللي هو بومني. بيقترح كين ان هما يعملوا مغامرة للترحيب ببومني. يبدأ كين يشرح المغامرة ان في مخلوقات اسمها جلوينكس بتسبب الخراب، وان مهمة ابطالنا ان هما يجمعوا الجلوينكس. وبتشرح رجسة لبومني ان دي حاجة معتادة كين بيعملها عشان يمنحهم من الجنون. تظهر مجموعة من الجلوينكس اللي بتخطف زوبل وتفكك اطرافها، بس مفيش حد مهتم الا كانجل. تفتكر اجسا ان هما كانوا لازم يزوروا كوفمو الشخصيه اللي ما ظهرتش في البدايه، فاكرين؟ تسأل اجسا كينجر اذا كان هيروح معاهم، بس كينجر بيرفض لانه شاكك ان كوفمو اتجنن بسبب كلامه عن المخرج اللي زاد الفتره اللي فاتت. ويزيد احساس بومني بالامل بوجود مخرج. جاكس بيروح هو وبومني وراجثا لزياره كوفمو، وكينجر وجانجل هينقذوا زوبل. تمشي بومني وراجثا وجاكس في ممر موجود فيه كل غرف السكن، ونلاحظ وجود علامات اكس على اغلبية الابواب ما عدا ابطال العرض اللي تعرفنا عليهم، وغرف موجود عليها رجل خشبي. ونلاحظ وجود باب عليه صورة شخص شبه كينجر محطوط عليه علامة اكس. انا بقول شخص شبه كينجر لاننا هنلاقي باب عليه صورة كينجر مش عليها علامة اكس، واكيد علامات الاكس دي معناها ان هم اختفوا او ما بقوش موجودين. تعرف راجثا بومني على غرفهم وتقول ان هم مع ذلك مش محتاجين للنوم، لكن بيعملوا كده للتغيير من الروتين. تسأل بومني راجثا عن السبب ان هم ملقوش مخرج، بس راجثا ترد ان هم حاولوا لكن ملقوش اي مخرج، فوقفوا لمنع نفسهم من الجنون. عشان انك تفضل تدور على حاجة مش موجودة هيجن جنونهم وهيحصل حاجة وحشة ذكرتها بنقطة الانهيار، بس هنعرفها قريب. بيوصلوا لغرفة كوفمو ترن راجثا جرس بس محدش بيرد، بس بيكون مع جاكس مفتاح غرفة كوفمو بيقول ان معاه مفتاح كل الغرف. واللي يكون حاجة غريبة بسبب شوية الحركات اللي عملها جاكس من اول حلقة يبين لنا ان جاكس شخصية من النوع السيء اللي ما بيحبش اتباع القوانين. بيفتح جاكس غرفة كوفمو لكن الصدمة ان هما بيلاقوا وحش كبير لونه اسود وكلمة المخرج مكتوب على الجدران، ونعرف ان ده مصير اللي بيفقد عقله بيتحول لوحش. ومن الظاهر ان كوفمو كان مهووس بالمخرج مما ادى لوصوله لحالة التحول. لكن قبل ما نكمل عايزين نحلل ايه الموجود في الغرفة. اول حاجة بنلاحظ ان موجود على كل جدران كلمة الخروج، وده يبين لنا قد ايه ان كوفمو كان مهووس بالخروج زي ما قال كينجر. ونلاحظ ان موجود بخط كبير مفيش مخرج وجنبها رسمة لكين وهو بيطارد كوفمو، وده يبين لنا ان كوفمو بيحاول يلاقي مخرج وكين كان بيمنعه. وده يبين لنا ان كين بيحاول يمنعهم كلهم الخروج من السيرك، وده اللي احنا بنستنتجه من الرسمة مش لازم يكون حصل. يهرب جاكس في لحظة ويلاحظ كوفمو متحول بومني وراجثا، وتحاول راجثا تتفاهم معاه لكن بيهجم عليها وبتتصاب. والإصابات في العالم الرقمي ده عبارة عن جليتش، فبيحصل لها جليتش. تطلب راجثا المساعدة من بومني لكن لما بتمدلها ايديها بتتصاب ايديها بالجليتش فبتخاف وتهرب. بيجري كوفمو المتحول ورا بومني وتقدر بومني الهروب من كوفمو. بتحس بومني بتأنيب الضمير وترجع لمساعدة راجثا. وبنرجع لجانجل وكينجر اللي وجدوا حفرة شافوا كائنات الجلوينكس اللي خطفوا زوبل بينزلوا فيها. وبيوصل جاكس عندهم وبتسأله جانجل عن كوفمو لكنه بيضحك عليها ويقول لها انه كويس، وبياخد مع جانجل وكينجر للحفرة. بينزلوا هما التلاتة على زحلية مصممة من كين لمغبى الجلوينكس، وبيجدوا وحش كبير شبه الدودة اللي الجلوينكس بيطعموه القطع اللي جمعوها. وبترجع بومني لراجثا اللي بيكون حالها مزري وبتأسف لها على انها هربت، وراجثا بتقبل اعتذارها. بتطلب من بومني انها تدور على كين وانه الوحيد اللي يقدر يصلح كل حاجة. بتخرج بومني للبحث عن كين، بتبحث بومني وبتفتح ابواب بأمل انها تلاقيه، لكن كل باب فيه حاجة عشوائية. وهي بتبحث بتصادف كوفمو الوحش، وعلى الناحية التانية بيكون جاكس وجانجل وكينجر مع الدودة اللي بيتضح انها ملكة الجلوينكس. وتظهر مجموعة الجلوينكس اللي خطفوا زوبل وبيطعموا زوبل للملكة. بيحاول كينجر مساعدتها لكن بيفشل، وبتاكل الملكة زوبل. وبيبدأ واحد من الجلوينكس بالجلتشة. ومنبسط جاكس بيعرف ان كوفمو المتحول قريب، وبومني بتكون بتهرب من كوفمو المتحول. لما بتعدي على مراية تثبت بومني من الصدمة حيث انها اول مرة تشوف
شكلها، لكن مفيش وقت للصدمة وبتكمل هرب. وبتعرف بومني تستخبى من كوفن المتحول. ولما رجعت بومني للبحث عن كين لقيت باب المخرج أمامها، لكن المرة دي ما اختفاش. بتدخله وتلاقي نفسها في مكتب طبيعي كأنه في كوكب الأرض، وفي آخر المكتب تلاقي باب مخرج تاني تخشه بتلاقي غرفة مختلفة عن اللي قبلها، وتلاقي باب كمان وتفضل تخش في غرف وتحس انها في حلقة بلا نهاية. وبعدين الكاميرا بتبعد وبنشوف المكان اللي بومني فيه وهو عبارة عن متاهة، ولكن الباب اللي كان في السيرك بيختفي. ودلوقتي لسه راجسة زي ما هي في حالة مزرية، وكوفما عمال يدمر كل حاجة، وبومني اللي المفروض تنادي كين عشان يصلح كل حاجة محبوسة في متاهة معرفش هتطلع منها ازاي. بيكسر كوفمو المتحول الأرضية ويقع على مركز الجلوينكس ويضرب فيها ضربة يمين في شمال، وبتخرج زوبل من بطن الملكة وبيعرف جاكس جانجل إن الوحش هو كوفمو، وبتزعق جانجل كوفمو تحول، وده معناه إن كل شخصيات السيرك عارفين يعني إيه التحول، ويلاقوا مخرج من الحفرة وبيخرجوا منها. وتسأل زوبل عن مكان بومني اللي بتكون مازالت في سلسلة من الغرف المكتبية كأنها شركة كبيرة، وتخش غرفة تكون أكبر شوية من الغرف اللي قبلها. في الغرفة دي بنشوف حواسيب كتير شغالة، وقبل ما تخرج من الغرفة فجأة بتبص على الحاسوب الوحيد اللي بتكون شاشته مطفية ويكون جنبه نضارة واقع افتراضي من نوع ما، وتثبت مكانها وتضحك بهستيريا كأنه شيء هي عارفاه، وتهرب بسرعة على الباب اللي بعده. ونشوف شعار الشركة اللي من المرجح إنها مسؤولة عن كل حاجة، والشعار المكون من حرفين A و C. وهنا نقف لحظة عشان في نظرية المتابعين برنامج كانوا بيتكلموا عنها إن C and A ترمز لكين وإيبل، اللي هو معناه قابيل وهابيل. ممكن تيجي تقول لي إيه علاقة قابيل وهابيل بكرتون؟ وأنا أقول لك إن النظرية بتقول كين كان بشري عادي ومعاه صاحبه وعندهم شركة ألعاب، لكن كين قرر يخون صاحبه وممكن يكون قتله، لكن بطريقة ما عقاب كين كان انه يخش جوه اللعبة ويبقى مدمج مع شخصية كين اللي هي الذكاء الاصطناعي. ولو النظرية صح يبقى حرف السي لكين وحرف الايه لصاحبه، ودي تفضل نظرية مش متأكدين صح ولا غلط. وفي نظريات تانية ازاي الشخصيات دخلت اللعبة، ودي هنقولها في اخر الفيديو. وبتكمل بومني طريقها لحد ما توصل غرفة بتبدأ تبطئها وكأنها بتحاول تمنعها انها توصل للغرفة اللي بعدها، لكن بومني تقدر تفتح الباب اللي يقود للفراغ، وبتبدأ انوار الفراغ تيجي في وش بومني كأنها بتسافر عبر الزمن وبتبعد عن السيرك. وبيجي المشهد على كين وبابل في المطعم وحواليه شخصيات خشبية، ودي المفروض انها شخصيات جانبية ملهاش وظيفة حقيقية. وبعدين يجي اشعار على ساعة كين ان في حد دخل الفراغ، وقبل ما يختفي قال لازم انقذه قبل ما جسمه يبوظ، وفعلا يروح لبومني في الفراغ وياخدها ويرجعها السيرك. وبعدين يظهر باقي الشخصيات وكينجر يقول لكين ان كوف متحول، وبعدين يقول ليه مفيش حد قال لي، ويظهر على وش بومني الغضب لانها من اول حلقه عمال تدور عليه. وبكل سهوله كين ياخد كوفمو المتحول يرميه في حفره، ونلاحظ ان في الحفره دي في كذا حد متحول، ونفهم من هنا ان علامات الاكس اللي كانت موجوده على غرف الشخصيات دي معناها ان الشخصيه دي اتحولت. وبعدين تظهر رجسة وهي بتعاني من الألم، وبعدين كين يعالجها. ممكن تقولي طب وإيد بومني؟ الحقيقة إن لو خدنا بالنا هنلاحظ إن إيديها اتعالجت لما رجعت من الفراغ، وده ممكن من الأشياء الفراغ بيعملها. لكن برضو ممكن تقول إزاي الفراغ عالج إيديها وكين قال إن لازم ينقذها قبل ما الفراغ يبوظ جسمها؟ هرد على السؤال ده في آخر الفيديو. وبيعترف كين إن باب المخرج موجود لكنه مش المخرج، وكان مش عارف يحط فيه إيه فكذب عليهم لأنه مش عايز حد يوصل للفراغ. وبيكافئ كين أبطالنا بوليمة على إنهاء المغامرة اللي صنعها عليهم، مع إنهم مش بيجوعوا أو يعطشوا زي ما قال كينجر. وبتكون بومني في حالة صدمة مستوعبة إنها عليها تقبل حقيقة انتقالها لعالم رقمي. So the digital food here only gives off the virtual sensation of eating without any of the nutritional benefits. Sheesh, lay off it. Since when are you an expert on the digital world? بنخرج تدريجيا خارج السيرك ونوصل للفراغ، ونخرج من الفراغ ونرجع للمكتب اللي عليه الحاسوب اللي بومني انصدمت لما شافته، لكن المرة دي كان شغال. هنا بقى هنبدأ نقول النظريات. أول حاجة طريقة الخروج من السيرك ثم الفراغ وبعدين الحاسوب، ده يورينا ان الحاسوب ده اللي تسبب بدخول بومني السيرك. ممكن تقولي اشمعنى بومني ليه مش جاكس مثلا؟ هقولك بسبب ان الحاسوب ده
هو اللي ما كانش شغال من نظر بومني، لكن احنا كمشاهدين لما نشوفه هنشوفه شغال زي ما بومني شافت الحواسيب التانية شغالة، عشان الحواسيب التانية احتمال كبير قوي انها تكون بتاعت الشخصيات التانية، عشان بومني لو هي دخلت من الحاسوب ده فهي اصلا جواه، ازاي هتشوفه شغال؟ فزي ما بومني شافت الحواسيب التانية شغالة، احنا شفنا حاسوب اللي بومني دخلت منه شغال. لكن ايه هو الفراغ؟ لحد دلوقتي ما عندناش معلومات كتير، لكن برضو اتوقع ان هو الفاصل بين السيرك والعالم البشري، فلو حد طلع من الفراغ هيعرف يروح للعالم البشري، وان حد يرجع للعالم البشري اكيد شكله هيبقى بشري، فكمراحل تحول الى بشري كانت لازم ايد بومني تتعالج الاول، وتفضل دي مجرد نظريات، ويبقى كده خلص الفيديو. وصدقوني في كمية تفاصيل واسرار في الحلقات الجاية، عارف ان انا اتأخرت لكن ان شاء الله هنزل بقية الحلقات في اسرع وقت. بس كده استناكم في الفيديو اللي جاي من شرح وتحليل اسرار السيرك الرقمي المدهش.